عودة من جديد بعد انطفاء وانقطاع وانشغال بحياة الكبار، ولكن قصة النهاردة جوسي جدا، فانصحك تروح تجهز حاجة تشربها معايا علشان تيجي واقول لك بقى ايه علاقة الجزرة دي بأول وأسوأ مادة أشيلها في حياتي الجامعية. وعلى فكرة كانت المادة الوحيدة. عايزاك تخمن بقى يا ترى ايه هي المادة دي لحد ما اقول لك بعد شوية. المهم يا عزيزي نبدأ القصة دي من ثالث أو رابع أسبوع في تاني ترم في سنة تانية تخصص، وتحديدا هنبدأ من يوم معين في محاضرة البايوميكانكس. انت مش محتاج تعرف تفاصيل كتير عن المادة دي غير ان الدكتور كان عجوز ما بيعرفش يشرح، وعارف ايه اكتر حاجة كانت بتستفزه؟ ان حد يبدأ يتكلم مع اللي جنبه. يعني في مرة مثلا كان في اتنين بيتكلموا، هو وقف شرح وشخصن الموضوع معاهم ومصر ان هو يعرف يا ترى هو احمد كان بيقول لحسام ايه. طلق تلاتي ماني ماشي من هنا غير لما تقول لي انتوا كنتوا بتقولوا ايه. طبعا انا ما اعرفش مين احمد وحسام، انا حرفيا مش فاكره دلوقتي اي حاجه عن دفعتي والله ولا وقتها حتى. المهم نرجع للمحاضرة اللي حياتنا فيها كانت بجد سخيفة جدا، لان غير انك مضطر تحضر علشان الدكتور بياخد حضور، القاعة دي كانت الشبكة فيها معظم الوقت عند أغلبنا الشبكة واقعة. يعني أنت حرفيا منقطع عن العالم الخارجي كله تقريبا. وخد بالك من جملة عند أغلبنا دي علشان ليها سبب في القصة بتاعتي. وبدأت المحاضرة زي أي محاضرة مملة. أنا وصحابي قاعدين قدام، تحديدا مي قاعدة جنبي، قاعدين في البنش اللي في النص قدام خالص على الطرف، علشان أول ما العذاب اللي احنا فيه ده يخلص نكون أول ناس حرفيا فاتحين باب القاعة وخارجين. بنجري بقى بأقصى سرعتنا وكأننا بنتسابق مين هياخد المركز الأول في الوصول لبوابة المبنى. نرجع للمحاضرة، قاعدين بنسمع في منتهى الملل، موبايلاتنا ما فيهاش شبكة بالتالي ما فيهاش نت. عدى تقريبا نص الوقت اللي هو ساعة من الساعتين وانا حرفيا بنام من الزهق. وفجأة بقى بدأ يحصل حاجة غريبة، في همسات، في كلام بيحصل هنا وهناك، في وشوشة، في فرق كده واحنا قاعدين بيحصل. وهنا الدكتور قرر يعمل زي اي تيبيكال دكتور بالمواصفات اللي انا قلتها لك في الاول. فعمل ايه؟ اتقمص وقرر ان هو يسيب المحاضرة ويفترض ان هي خلاص اتشرحت بالنسبة لنا ويفتح الباب ويمشي. طبعا انا ومي جنبي مش فارق لنا ب2 جنيه ايه اللي بيحصل، ولا مهتمين نعرف هو اتقمص ليه ولا كان في فرق ليه، وحقيقي ما عندناش اي دافع يخلينا نفضل قاعدين ثانية كمان في المحاضرة دي. اصل انا شايف باب الحرية هناك اهو منور في وشي، فازاي ما اجريش ليه؟ فالدكتور حرفيا ما لحقش يخرج من الباب ويرد وراه، فلاني انا ومي في ظهره خارجين بنجري لاخر الدور. وكنا وصلنا للمبنى التاني علشان نخرج بقى. اكيد دلوقتي انت مش فاهم هو ليه في مبنى تاني في القصه، خليني اشرح لك اكتر ستراكشر غريب لمبنى انا شفته في حياتي. انا الحقيقه لحد النهارده ما اعرفش المبنى ده عدى ازاي. ده حضرتك ولا الارجنتين في كاس عالم 2026. اصل ما ينفعش تكون عامل كليه مجمع فيها اذكى العقليات اللي طلعت لك من دفعه كامله، والكليه دي بقى فيها مبنى سبحان الله سبحان الله ما فيهوش سلم. زي ما بقول لك المبنى ده كان السبيل الوحيد للدخول والخروج منه هو المبنى التاني اللي جنبه، وفي ما بينهم زي ما تقول كوبري كده ولا جسر ولا انا ايه اللي جابني هنا. المهم الصوره وصلتك. المبنى اللي احنا فيه هنروح لممر علشان ندخل للمبنى التاني، وبعدين ننزل بقى على السلم. نرجع تاني بقى لما خرجنا انا ومي بسرعه ووصلنا للممر اللي ما بين المبنيين ده، ومستنيين باقي التيم اللي فوق التقييم علشان يجوا وننزل سوا. والمفاجاه يا صديقي بنبص ورانا بعدها بكام دقيقه، ممكن يكونوا 5 دقايق، ما لقيناش نفر واحد من الدفعه خرج من القاعه. وهنا انت بتبدا تتساءل اسئله كتير، زي ليه الجزرة دي وقعت مثلا، او هل في زلزال ضرب القاعة دي بالذات في المبنى ده تحديدا وخلاهم كلهم يقعوا وما يطلعش منهم حد، او هل مثلا حفروا نفق بمعالق الشوربة علشان يخرجوا بيه بره البلد. كل الاسئلة جت في دماغنا وقتها الا الحاجه اللي فعليا حصل. فوانا ومي واقفين كل واحد بيوفر ثينك في دماغه في صمت كده، يا ترى هم لسه ليه ما خرجوش لحد دلوقتي. خرج بنتين وجايين ناحيتنا، والنقاش اللي حصل بيننا وبين البنتين دول من الدفعه وقتها لحظتها يبان غريب جدا، ولكن دلوقتي انا كل ما بفتكره بفطس عن نفسي من الضحك. وبغض النظر ان البنتين دول بالنسبه لي لفتره طويله من الزمن كنت فاكراهم اصلا بنت واحده، لان حتى اساميهم شبه بعض، حاجه زي نوره ونور مثلا. المهم نوره بتقرب ليا انا ومي وراحت سائله اكتر سؤال مش منطقي ان احنا نسمعه في الوقت ده ولا في المكان ده: هي درجات الرأفة بتنزل اخر السنة مش كده؟ فانا من عدم استيعاب الموقف ما ردتش عليها اصلا، ولقيت مي بترد عليها بنبرة مستهكنة كده، اعتقد وراحوا سايبيننا وماشيين. رجعنا بصينا لبعض واديناها واحدة ها
استنينا كام دقيقه تانيين، لقينا برضو باقي التيم اللي فوق التقييم ما بيخرجوش، فاللي هو ايه يا جماعه هنبات هنا ولا ايه؟ وهنا يا صديقي قررنا نرجع تاني في اتجاه القاعه علشان نعرف العيال دي بتعمل ايه كل ده جوه، علشان واحنا رايحين كانوا حرفيا هم راجعين واتقابلنا في النص. شكلك فاهم يا نص. ايه يا جماعه انتوا اتاخرتوا ليه؟ انتوا مش فاتحين نت؟ لا الحقيقه ان الشبكه عندي واقعه وكنت قافله الداتا وكنت هفتحها لما ننزل تحت. طيب يعني احنا مش عارفين نجيبها لكم ازاي، ولكن بعتوا على الجروب ان النتيجة ظهرت. وده يرجعنا بقى لجملة ان اغلب الناس مسقطة شبكة، باقي الناس بقى اللي مش اغلب دول كان عندهم شبكة عادي وجالهم النوتيفيكيشن وبدأوا يصيحوا وهم قاعدين. هنا هتسألني سؤال ذكي، هو يا ترى كان ليه في صياح اول ما النتيجة ظهرت؟ لان كله كان داخل يطمن على المادة دي الا وهي الالكترونيكس. وخليني اقول لك اي حد خد المادة دي فهو جاله تروما منها، اي حد سمع عن المادة دي جاله تروما منها، اي حد هيحضر الفيديو ده لاخره غالبا هيجيله برضه تروما منها. وعلشان هنا في ناس كتير ممكن ما تبقاش تعرف ايه هي الالكترونيكس، فخليني اقول لك ببساطه، عارف الفيزياء؟ ايوه اللي هي بتبقى اسوأ امتحان في ثانويه عامه وعامله تروما لكل الناس في الدنيا. الفيزياء دي بقى يا صديقي كبرت تطورت اشتغلت على نفسها، مش قاعده بتسوف زيك وعماله تقول اصل هعمل بكره اصل هسوي بعده. يعني تخيل الفيزياء احسن منك، دي حاجه في منتهى الاهانه انك تعرف ان الفيزياء احسن منك. فنتيجه الاجتهاد والشغل على الذات ده كبرت كده وبقت ما شاء الله اسمها الكترونكس. فاظن بالنسبه لك كل حاجه مبرره دلوقتي، وخصوصا لان لجنتها الترم الاول كانت الحاجه الوحيده المسموعه فيها مش صوت الصمت، لا ده كان صوت الخيبه مصحوب بصوت تقليب ورق البابل شيت. ساعتين من الزمن احنا بس سامعين صوت ورق كتير عمال يتقلب. اصل ده كان حالي بالظبط في اللجنه، كل ما اشوف سؤال لا السؤال ده انا معرفوش فاحنا نقلب ونشوف اللي بعده، ده كمان معرفوش طب نقلب ونشوف اللي بعده، وكل سؤال بتقلبه بيكون اسوأ من اللي قبله. اسئله بقى ب 15 درجه 18 درجه 12 درجه لحد اخر سؤال وصلت له في البابل شيت هو ده بقى، هو ده اللي هينصفني. سؤال ب 22 درجه معرفش فيه كلمه. فرجعت بقى جبت البابل شيت من اوله وبدات اكرر نفس العمليه تاني، وقررت في اللحظه دي اني ابص حواليا. صدقني كان نفسي وقتها العيب يطلع فيا واقول يا ريتني ما دخلت في يوم الكليه دي، ولكن الماده طلعت مكرره ما تعديش حد عموما، مش عندن فيا. طبعا اللجنه دي كانت مليئه بالهلع، فلك ان تتخيل ليفل الهلع اللي انا كنت فيه اول ما سمعت جمله اصل النتيجه ظهرت. طبعا في ثانيه كنت دخلت موقع الكليه، دخلت الايميل والباسورد وبجري كده بسرعه على جزء النتيجه. وخليني احكي لك حاجه عبثيه عن النتيجه عندنا في الكليه، انك لو نجحت ما بتشوفش انت جايب كام، هم حرفيا بيكرمشوا لنا التقدير كده في ايدينا واللي هو اتكل على الله ما عندناش درجات هنا، بس بيحط لنا التوتال بتاع المواد كلها كمجموع عادي رقم. اما بقى لو بلعت الماده بالهنا والشفا فبيحطوا لك انت جبت فيها كام باعتبار عشان تعرف انت فاضل لك قد ايه ان انت يجيلك رأفه او تعيدها تاني كده يعني. فطبعا في لحظه الهلع وانا بجري بسرعه علشان ادخل على صفحه النتيجه واشوف انا جبت كام، كل اللي في دماغي كان حاجه واحده، يا رب حروف مش ارقام، علشان اول ما افتح الصفحه ابص جنب الالكترونيكس الاقي رقم. وهنا بجد خلاص انا كنت شبه ببانك، لان الفكره فين بقى؟ الرقم نفسه كان مستفز. مادة الالكترونيكس نفسها كانت من 125، والنجاح عندنا عشان تنجح في المادة في الكلية لازم تجيب 50%، اللي هو كام؟ برافو عليك ساقط رياضة، رحت تفتح الآلة، عيب ما تعملش كده. نص ال 125 62 ونص. انا عايزاك بقى توقف الفيديو هنا وتخمن كده في دماغك انا ممكن اكون جبت كام. انا جبت 62، شلتها على نص. لا 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 انا اتعصبت تاني يا اخي، دم اتحرق زي لحظتها بالظبط. قد ايه يا اخي الانسان مش بيموف اون ولا اوف. brother what's that؟ هو بلا فخر يا عزيزي انا كنت الوحيده اللي شلتها في صحابي. فخر ده فخر، ده لو فخر الدلتا مش هيبقى كده. نرجع تاني للحظه الصدمه، كل واحد شاف النتيجه او لسه بيشوفها اوريدي، كله بقى تمام زي الفل. بصولي لقوني ما بنطقش، توتر، جم يبصوا معايا في الموبايل وطبعا شافوا ان انا شلتها. وهنا بقى يا صديقي يعجز كل كلام المواساة اللي ممكن تقوله في الموقف ده. اصل فكر معايا كده بصوت عالي، انت هتقول ايه؟
ايه اللي ممكن اصلا يتقال. انا الصراحه لو مكانهم بجد مش هيبقى عندي حاجه اقولها. في الموقف اللي زي دي بقى يا عزيزي انا بحب افعل الهروب الاضطراري والبديهي، ان المفروض كنت في ثانيه الا ثانيه ابقى في عربيات اللي بتحمل مترو على بوابه الكليه. بس لو ده كان حصل كان فين هيبقى دور الجزره في القصه بتاعتنا. المؤسف بقى في الموضوع ان بعد المحاضره دي اللي هي عرفنا فيها النتيجه ونصها تقريبا اتلغى، كان عندنا محاضره تانية اسمها statistics. الحمد لله قلتها صح المره دي. وصدقني كان نفسي اشرح لك هي الماده دي عباره عن ايه، بس حقيقي اعتقد محدش كان فاهم الماده دي غير الدكتور اللي بيشرحها. ماده كده كانت بتفوح منها رائحه رديئه كلها نسب واحصائيات وحاجات كده بتجيب لي ايرور. وعمو الدكتور ده سبحان الله سبحان الله يا اخي برضه بيحب ياخد حضور. ولان انا انسان متخاذل اكس برو ماكس، فانا اوريدي كنت غايب مرتين، لو غبت التالتة ماليش ان انا ادخل الفاينل بلعت الماده. فانا بقيت شايل الماده على نص الدرجه. نفسي اطلع احساس الغضب اللي حاسه بيه، عايزه اروح انام علشان اعرف اهرب من احساس الغضب ده. مخي كمان مش مبطل تفكير في اللي هعمله، لان من سابع المستحيلات ادخل الماده دي في الفاينل تاني. اصل اللي كان ممكن يخليني انجح فيها في الترم الاول وانا مذاكراها بالضمير وده الترم الدراسي بتاعها، ايه اللي ممكن اعمله اكتر من كده بحيث ان هو يخليني انجح فيها في الصيف؟ وفوق كل ده بقى انا مضطره افضل قاعده علشان لازم في محاضره احضرها. ده غير ان الموقف مخلي كل اللي حواليا متقدرين علشان مش عارفين يعملوا لي حاجه، وانا متقدره لكل الاسباب دي ومتقدره لهم. وهنا يا عزيزي يجي دور الجزر في القصه، لان انا كان عندي عاده لذيذه كده بحب اعملها ايام دروس ثانويه عامه والرفاهيه اللي احنا كنا عايشين فيها، اني كنت بجيب جزر اقطعه شرايح واخده معايا كسناكس صحيه او كسناكس عموما، لاني كنت بزهق قوي من الدروس ال3 وال4 ساعات، فكنت باخده كسناكس كده اكله او ارقده زي الارنب، حرفيا زي الارنب طول ما احنا قاعدين، كنوع من انواع ان انا بملى وقت. اليوم ده بقى قررت ان انا اعيد احياء هذه الذكرى مره اخرى. سبحان الله يا اخي يا ريتني ما عملت كده، ولكن انا عملت كده. صحيت الصبح لقيت فيه جزر في التلاجة، قلت جزر يلا بينا. فوسط الضغط بقى اللي كان حاصل ولسه دكتور الاستاتستكس ما جاش، متاخر شويه او احنا كنا واصلين بدري حاجه زي كده، وكلنا طبعا قاعدين، انا مش عايزه اتكلم، انا مش قادر وطبعا متعصبه جدا، فقررت اطلع الجزر اكله واطلع الغضب اللي جوايا فيه. اصل هعمل ايه؟ ولو فاكر اننا وصلنا لاقصى حاجه سيئه ممكن تحصل في اليوم صدقني انت بتعرفش حاجه، اللي جاي اسوأ بكتير. علشان بعد ربع ساعه تبدا المحاضره، يدخل الدكتور يبدا شرح. طبعا انا مش مهتم مش مستمع، بس اجباري بستمع. دخلت طبعا قعدت في اخر المدرج ورا، انا مش عايز حد يشوفني، مش عايزه اتكلم مع حد، انا عايزه الساعتين دول يخلصوا بسرعه واجري على البيت. فطبعا اثناء الشرح اللي انا مضطره اسمعه ده كنت بسناكس بالجزر كنوع من انواع ان احنا زق معايا اليوم. ولكن فجأة الدكتور قرر يقول اكتر مثال للشرح اللي هو بيقوله غير موفق بالمرة. فلنفترض ان نسبة الطالب اللي مذاكر انه ينجح 80%، فمعنى كده ان نسبة انه يكون مذاكر وما ينجحش 20. طب لو الطالب ده بقى ما نجحش، هل نقدر نحدد نسبة نجاحه وسقوطه؟ اصل هو نسبة انه يكون مذاكر 50 وما ذاكرش 50، ولكن نسبة النجاح في المادة دي عموما 70%. وهنا انا كل احساسي ان انا حاسة اني في كابوس، نفسي بقى افوق منه ونخلص. يا اخي حتى الجزر ما قدرش يصمد قصاد العبث ده، فبقى لسه نفس احساس الغضب موجود، نفس احساس ان نفسي بقى اهرب من المكان ده دلوقتي. وبقى كأن كمان في عيل صغير رخم واقف قدامي لمدة ساعتين عمال يطلع لي لسانه وانا مش عارفه اعمل له اي حاجه. واخيرا تنتهي المحاضرة علشان في ثانية إلا ثانية أكون قدام باب الكلية في الميكروباص. في ظرف نص ساعة كنت في بيتنا. الطريق أصلا في الطبيعي كان بياخد ساعة ونص، أنا حرفيا طرت يوميها. وصلت نمت عشان لما اصحى بقى نشوف ازاي هنتعافى من اللي حصل ده. المهم ان اليوم ده بكل تفاصيله بجد لو هقول اني اتعلمت منه حاجة واحدة هتكون ازاي اتحكم في المشاعر بتاعتي. ان في اوقات كتير في حياتك هتكون ما ينفعش تتصرف فيها تصرف معين، ما ينفعش تقول حاجة معينة حتى لو نفسك تقولها، ما ينفعش تكون وصلت للفيديو هنا ولسه ما عملتش لايك وسبسكرايب، ما ينفعش تعبر عن مشاعر غضب وانهيار حتى لو انت محتاج ده، لان ده مش الموقف ولا المكان المناسب. هي حاجة حاسة ان انا اتعلمتها بدري شوية الصراحة. في الغالب بنبدأ نواجه مواقف زي دي اكتر لما بنتخرج بقى من الكلية وندخل حياة الكبار، بس
زي الفل. وما تقلقش، انا هطمنك بالنسبه للماده انها الحمد لله في النهايه عدت معايا بدرجات الرأفه اللي خدتهم في نتيجه اخر السنه. هو بس اللي كان خلى الموقف ده كله يحصل ان ممكن ما كانش يبقى ليا رأفه لو انا ما كنتش عديت درجه معينه في الورقه نفسها بتاعه الامتحان. بس الحمد لله قدر ولطف، كانت اول واخر ماده اشيلها في الكليه الكترونيكس. انا لن انساكي انتي والجزرة الصراحة. المهم بقى استنوا قصص جديدة ان شاء الله. لو لقيت فيه اهتمام كده بالفيديو ده ممكن تخلوني اتحمس اكتر والقصة الجديدة تيجي بسرعة. اخيرا بقى زي ما انتم متعودين وبس كده. تن تارارارا، رارارارا، تن تارارارا، رارارارا.